الجينات بتاعتنا بتتحكم في كل وظائف الجسم بتاعنا، من اول الجلد وصحته للحاله النفسيه للعمليه الجنسيه الحميميه للوظائف الكبد لوظائف القلب. كل ده بيخضع لان الجينات تبقى سليمه. اي خلل بيسموه تحور او طفرات جينيه قد تؤدي الى خلل في الوظائف العامه بتاعه الجسم. عشان كده انا بدعي ان الامراض كلها اصلها جين، بس مش شرط تبقى كلها وراثيه. في منها حاجات بتورث، في منها حاجات لا تورث، بتخضع بقى لعوامل كتير. امتى الجينات تبقى وراثيه وامتى لا تورث؟ لو التحور الجيني ده او الخلل الجيني ده بيسموه الطفره موجوده في الحيوان المنوي او موجوده في البويضه بتاعت الست، ففي الحاله دي بتورث. انما لو هي موجوده في الخلايا العاديه بتاعت جسمنا لا تورث، وتصيب الشخص اللي هو عنده طفره جينيه بس لوحده من غير ما تورث لابنائه. عشان كده صحه الحيوانات المنويه مهمه جدا. لما بنيجي نعمل الفيترو فيرتلايزيشن هو التلقيح الصناعي، فما بيحصل تلقيح صناعي فبيحصل أجنة مختلفة. مهم جدا لو في عيب وراثي موجود في العيلة ان احنا بناخد خلايا من الجنين من 8 أجنة او 6 أجنة ونكشف على الجينات بتاعته ونشوف اذا كان ايه الجنين اللي ما عندوش الخلل الوراثي ده، وبالتالي نحطه في الرحم بتاعة الام. عشان كده انا بشوف مثلا ناس عندهم امراض وراثيه في العيله، والناس اللي عندهم امراض وراثيه في العيله دول قرايب، وبيجوا لي عشان عايزين نشوف احنا عندنا جبنا طفل عنده مرض وراثي وعايزين نشوف هل الطفل اللي جاي كام في المية يبقى عرضه لهذا المرض. في الحاله دي احنا بناخد طبعا التاريخ المرضي بتاع العيله، لو عندنا الكشف الجيني بتاع العيله موجود تمام، مش موجود بنعمله عشان نقدر نحدد نوع المرض هيتنقل ولا لا والريسك كام في المية.